خليني ادخل معاكم في قصة اتنين لعيبة مزدوجي الجنسية. هيثم حسن، الاسم طبعا اللي معروف دلوقتي للجمهور المصري، لاعب ريال اوفيدو الاسباني، وتيبو جابرييل لعيب منتخب الشباب مواليد 2005 بيلعب في ماينز الالماني. طيب، هل الاتنين مين اللي اسهمه اعلى شويه؟ طبعا هو الجهاز بتاع جهاز المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن. يعني هو شايف طبعا هيثم يكون موجود معانا، يعني هيثم شايفين ان هو لعيب كويس ويكون موجود. شايفين انه عنده نواقص. هو لعيب وينج صريح، لعيب اشول وينج صريح. وهو لعيب يعني قوي بدنيا، لكن الفينش عنده فيه مشاكل. الناحية الدفاعية عنده فيها مشاكل، فبالتالي يعني حاجات كده هيظبطوها معاه. لكن هو لعيب كويس. لكن المنتخب عايز يجيبه، لكن هل هو عايز يجي؟ حسب معلوماتي انا ان هو مش عايز يجي، ان هو مش عايز يجي. هتقول لي بقى ان هو قلقان ان هو يقعد احتياطي لصلاح ما يلعبش، وده بنسبة كبيرة طبعا، او ده اللي المفروض هيحصل يعني لغاية كأس العالم على الأقل. هتقول لي ان هو عامل اللغة، هتقول لي ان هو يعني ما عندوش الحافز. اوكي، بس انت المفروض تخلق له حافز على فكرة. يعني انت المفروض، يعني شفنا الركراكي في المغرب راح قعد مع ابراهيم دياز. انت عندك برضه لعيب دلوقتي بيلعب في الليجا، اللي هو هيثم حسن بيلعب في الليجا الدوري الاسباني. حتى لو فرقته في الاخير او قبل الاخير، بس اوكي مش مهم، بيلعب في الليجا، لعيب اساسي. سافر له، اعمل معاه مجهود، اقنعه. اعمل معاه مجهود واقنعه. هعيد تاني، والجملة اللي انا هقولها ديت طبقوها بقى في اي حاجة ليها علاقة بالملفات اللي احنا بنتكلم فيها على طول يعني. اعمل فيها مجهود، تشتغل، نشتغل عشان ربنا يكرمنا. فهيثم الاتحاد طبعا عايز يجيبه، وهو كان عنده مشكلة في الورق اصلا الباسبور. لكن هل اللعيب عنده الدافع؟ انا حسب معلوماتي ان هو ما عندوش الدافع ان هو يجي. فهنشوف مصيره ايه في معسكر مارس يعني. لكن هو تحت النظر بالنسبة لجهاز المنتخب، وعايز طبعا ان هو يكون موجود معاهم. كان عايزه شفويا، ما فيش تحركات على ارض الواقع يعني. طيب، تيبو جابرييل برضو متابع، يعني هما الناس متابعينه برضو بيشوفوه. لكن شبه مستحيل ان هو يكون موجود في كاس العالم او معسكر قبل كاس العالم. ممكن بيتابعوه، لكن مش عايز اقول ان هو شبه مستحيل يكون موجود في مارس، لان مارس ممكن تدخل عناصر جديده تتفرج عليها، ولكن